الفترة دي ناس كتير بقت تخاف من أكل الفراخ البيضاء، وكل يوم نسمع كلام عن الهرمونات والتسمين السريع والكلام ده. وفي ناس فعلا بدأت تمنع الفراخ البيضاء نهائي بسبب النظام الغذائي بتاع الدكتور ضياء العوضي. بس هل فعلا الفراخ البيضاء مضرة؟ وهل التربية اللي في البيت زي المزارع الكبيرة؟ الفيديو ده مهم جدا علشان اوضح لكم احنا بنربي فراخنا ازاي وبنأكلها ايه، وهل بنستخدم اي حاجة غلط ولا لا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. فراخنا النهاردة يا بنات عمرها 21 يوم، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين حركة ونشاط والأرض نظيفة. ومن أول الدورة بقول لكم دورة ناجحة، يعني نظافة، تهوية، درجة حرارة مظبوطة. بكده هتاخدي دورة قريبة وناجحة وبأعلى أوزان بأمر الله. لا بنحقن هرمونات ولا بنضيف أي حاجة تضر ولادنا. وفي نقطة مهمة جدا يا جماعة، في مصادر بيطرية ودراسات كتير وضحت ان استخدام الهرمونات في التربية بتاع الفراخ بتاع المزارع الكبيرة اصلا مكلف جدا. علشان كده اغلب النمو السريع بيكون بسبب السلالات الحديثة والتغذية المتوازنة مش الهرمونات. يعني اساسا مش كل المزارع بتدي هرمونات. وده مش كلام انا يا بنات، ده كلام جهات كبيرة زي منظمة الأغذية والزراعة وهيئات رقابية غذائية في دول كتير. يعني الفراخ البيضاء بطبيعتها أصلا بتكبر بسرعة مقارنة بالفراخ البلدي، وده بيكون بسبب السلالة نفسها مش بسبب الهرمونات اللي بنضيفها. الفراخ البيضاء أساسا معدلة وراثيا إن هي تكبر في الوقت ده، ولكن ده مع تغذية مظبوطة واهتمام. احنا في البيت بنهتم اكتر بالحاجات الطبيعية، وبنطلع الفراخ بتاعتنا على اعشاب على قد ما نقدر، وبنضيف حاجات بسيطة معروفة عند المربيين زي الثوم، البصل، الحاجات اللي احنا بنضيفها للتسمين، الخل، العسل الاسود. كل دي اعشاب احنا بنضيفها وكلها حاجات من البيت، ما مش هنضر اولادنا. طبعا الاعشاب دي كلها بنستعملها عشان نظبط الهضم عند الفراخ، وقاية من البرد. كلها حاجات احنا بنستعملها في البيت على قد ما نقدر علشان نبعد عن اي ادوية، ولا بنستخدم منشطات ولا خلطات مجهولة ولا اي حاجة تضر صحة اولادنا قبل اي حد. وطبعا حبايبي واخواتي اللي متابعيني من اول انشاء القناة عارفين ان انا بطلع الفراخ على اعشاب. دايما ببعد عن اي ادوية الا للضرورة القصوى. كمان الاول بنهتم بالفراخ، نظافة، تهوية، درجة حرارة مظبوطة. بننزل بخلطات وقاية. لو اضطرينا بننزل بنفس الخلطات كعلاج، دي لها مدة معينة ودي لها مدة معينة. الأدوية البيطرية دي نادرا لما بستعملها الحمد لله يا بنات، وده بيكون مع الاهتمام بتاعك. أنا طبعا الوقت بتكلم على التربية في البيت، ماليش علاقة خالص بتربية المزارع. زي ما قلت لكم في مزارع بتعتمد على الهرمونات وفي مزارع لا إلا من رحم ربي. فانا دايما بتكلم عن الاكتفاء الذاتي من الطيور. انت كست بيت تقدري تربي اي طيور في البيت، تطلعيها على نظام غذائي معين بحيث ان هي ما تضرش صحة اولادك، سواء فراخ بيضة، سواء بط، سواء حمام، سواء سمان، سواء فراخ بلدي، اي نوع طيور احنا بنربيه في البيت. فده بيكون مضمون 100% عن اي حاجة احنا بنشتريها من بره. طب بالنسبة للنظام الغذائي بتاع الدكتور ضياء الله يرحمه، نظام الطيبات، الفراخ البيضة المتربية في البيت تنفع فيه ولا لا؟ للأسف بقول لكم هي ما تنفعش فيه، عشان الدكتور بيتكلم على السلالات نفسها مش الإضافات اللي احنا بنضيفها للفراخ. السلالة بتاعت الفراخ نفسها معدلة جينيا إنها تكبر في الوقت ده. وخلاصة الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. دايما الاعتدال في كل حاجة هو الصح، ولا نمنع نفسنا من كل حاجة، ولا ناكل كل حاجة بشراهة. اي اكل لو زاد عن حده بيبقى غلط، يعني حتى الاكل البيتي لو تقلت كتير قوي او كلت بكميات زيادة هيضر. فالموضوع مش منع تام قد ما هو اختيار مصدر مضمون واكل باعتدال. احنا بنربي حاجة بايدينا مصدر مضمون، ولا عاطين هرمونات ولا اي علاجات تنفخ ولا تكبر. فالاكل البيتي بيكون مضمون 100% عن اي حاجة انت هتشتريها من بره. وما فيش حد فينا هيضر اولاده ولا هيضر نفسه، كل واحد عنده عقل بيميز الصح والغلط. انا بالنسبة لي حاجة بربيها بايديا، عارفة انا باكلها ايه وبقدم لها ايه ومطلعاها على اعشاب،
فهي بالنسبة لي أنا مش هتكون مضرة، بالنسبة لناس تانية كل واحد ورأيه. أنا دايما بتكلم عن الاكتفاء الذاتي يا بنات، إن الطيور حاجة احنا مربينها في ايدينا، حاجة بنوفر فيها أكتر من 3/4 الميزانية مش نص الميزانية بس، سواء فراخ بلدي، فراخ بيضة، بط، كل ده احنا مربينه بإيدينا، فبتوفري أكتر من 3/4 الميزانية مش نص الميزانية بس. الحمد لله الفراخ بتاعتنا وصلت على يوم ال22، بنضيف أعشاب بكميات بسيطة ومش يوميا يا بنات. الدورة بتاعتنا ماشية الحمد لله، اللهم بارك، في تحويل ممتاز جدا جدا ان شاء الله. لعمر اليوم ال22 هنزل لكم فيديو، او ال23 هينزل يوم السبت بأمر الله، وهنوزن فيه الفراخ مع بعض ونشوف الأوزان بتاعتنا وتربية البلكونة وصلت لحد فين. وهنرجع نقول الاعتدال في كل حاجة هو الطريقة المظبوطة. احنا حتى الإضافات اللي احنا بنضيفها للفراخ مش بكميات كبيرة زي ما بقول لكم من أول الدورة. ما شاء الله لحد النهاردة مفيش أي ضربات، مفيش مشاكل واجهتنا في تربية الفراخ. الفراخ بتاعتنا نشيطة، مفيش خمول، مفيش أي حاجة حصلت الحمد لله، وده توفيق من عند ربنا ودعواتكم الجميلة. فلو وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش دعوة حلوة في التعليقات، لايك للفيديو يا امارات عشان الفيديو يترفع، وقولولي انتوا بقيتوا بتخافوا من تربية الفراخ البيضة واكل الفراخ البيضة ولا لسه مستمرين. انا بالنسبة لي زي ما قلت لكم كده يا بنات، الحاجة اللي انا مربيها بايدي مش هخاف منها، انا عارفة انا مأكلاها ايه ومطلعاها على ايه. وهرجع واقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولولي رأيكم في الموضوع ده في التعليقات يا بنات. تربية الفراخ البيضاء سهلة جدا، بس محتاجة شوية اهتمام بالنظافة، بالتهوية، بدرجات الحرارة، مش أكل وشرب بس. الأكل ما يكونش بكميات كتير، جوعوا الفراخ هتديكي أوزان ممتازة، مش شرط هرمونات ولا فيتامينات ولا الكلام ده خالص. احنا بنربي حاجة في البيت، حاجة اورجانيك كده طالعة على أعشاب، بتكون متبلة وهي بتتربى. فربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ويرزق كل مشتاق بما يشتاق. شكرا لكل حبايبي واخواتي اللي انضموا للقناه جديد، ان شاء الله عيلتنا هتكبر بيكم وبدعمكم وبتعليقاتكم الجميله. وكل حبايبي واخواتي اللي معايا من اول انشاء القناه، شكرا جدا، تعليقاتكم الجميله بتحفزني وبتشجعني ان احنا نستمر وننزل فيديوهات اكتر ومعلومات اكتر، وبامر الله يكون عندنا اكتفاء ذاتي كده من تربيه الطيور عامه. وما تكسلوش يا بنات، تربية الطيور بتوفر معاكي في الميزانية، بتبقى محتاجة شوية اهتمام بتديكي افضل نتيجة. فان شاء الله بعد العيد، اللي ما جابش الدورة بتاعت العيد، بعد العيد نجيب تربية جديدة مع بعض او دورة جديدة مع بعض، ونطلعها بدون اي علاجات ولا هرمونات. اشوفكم في فيديو جديد ومعلومات جديدة، مع السلامة.